انا في 2023 ما بقاش عندي مع شي حاجه سميتها المشاكل. ما بقاش عندي الخاطر لشي واحد يبقى يستفزني وندير له الخاطر. ما بقاش عندي الاحساس بالناس اللي عندها جوج وجوه، كتبين لك هي كتبغيك وكتحاولي وانتي عارفاهم انه ما تيبغيوكش في قلبهم، وكيسقط لك القناع مره وجوج وثلاثه، وكتحاولي تقنعي براسك انهم راهم تيبغيوك. صافي، القلب اللي كان كيبغيكم مشى، القلب اللي كان كيسامح سدات الباب ديالو. ما غيبقاش قلبي سامح، ما غنبقاش ندير الخاطر للناس ونخلي راسي بلا خاطر. الحمد لله ما جات تخرج 2022 حتى سقطوا الاقنعه وكل واحد بان على حقيقته. من هاد المنبر اللي يبغيني نبغيه ونحطه فوق راسي، واللي ما يبغينيش الباب تفوتو من لهيه. اللي يدير ليا الخاطر ندير له الخاطر، اللي يحن عليا نحن عليه، اللي يحسن بيا نحسن بيه، واللي يكبر بيا نكبر بيه. اما اللي يطيح بيا ويتعمد يطيح بيا نمسحو من الذكريات ديال حياتي، ولو يكون اقرب الناس ولو يكونوا من عائلتي. لذا صافي، انتهت القلب الظريف الحنين اللي كان ديما مسكين كيجلس بلا خاطر وكيدير الخاطر للناس وكيعاون ويساعد من قلبه، وهو دائما كيبغيو يفهموه بالعاني، خايب باش يطيحوا منه. صافي، هذاك القلب انتهى. جا واحد الوقت اللي انا غنولي نديها غير في راسي ونفكر في صحتي وفي سعادتي وكل اهتمامي. واللي غيخسر لي مزاجي في 2023 قومه ديال 16%.